السلام البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم مع لمسة سماح. اروح نعطيكم المقادير المضبوطه لهذا المسكوتشو الصغيره اللي قطرها 16 سنتيم. وكما راكم تشوفوا النتيجه نتاع حاجات بنينه وخفيفه وطالعه. عندي هنايا حبه بيض يكون الحجم تاعها كبير، ومغرفه صغيره بومبي من افاني. وبعد ما خلطتهم مليح ضفت السكر. هنا السكر يكون في فنجان صغير تاع قهوه، ونخلطهم مليح حتى يذوب السكر. وبعد ما خلطتهم مليح ضفت الزيت بنفس الفنجان اللي ضفت فيه السكر. وهنايا الزيت درته تدريجيا على 2 مرات. وماشي هنايا شرط تخلطوا بالروبو، تقدروا تخلطوا غير بيديكم وتجيب النكهه هايله. ونجو هنايا نديروا الحليب. هنايا في نفس الفنجان اللي درت به السكر درت به الزيت ودرت به الحليب، واللي تخلطتهم مليح. وبعد ما خلطتهم هنايا ضفت هنا الفرينه. اكيد هنا الفرينه تغربلوها. وضفت هنا كيس من الخميره، وهنا غربلتها باش نتفادى الحبيبات. وزدت هنايا ضفت الفرينه. وكما راكم شفتوا هنا الفرينه درتها على 2 مرات وخلطتهم مليح. وكي ولات لي بهذا القوام حبست. وجبت هنايا الليمون ودهنته بشويه زيت ورشيت له الفرينه من الفوق. ضفت هنايا الخليط شو كنت مشعل عليها من قبل اعلى درجه، وخليتها طيب 30 دقيقه. وهنا بعد ما جبتها من الكوشه وخليتها تبرد نحيتها من الليمون. شوفوا كيفاه جات صغيره متحوفه. وضفت لها هنايا شويه شيكولا من فوق كتزيين، وانتم زينوها على طريقتكم. وهذه كانت النتيجه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسوش ديروا لي اعجاب وديروا لي اشتراك في القناه وهذا ما كان.